السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اخواتي وحبايبي متابعين القناة، من خلال تجربتي في تربية الحمام أحب أقول لك إن أسوأ نوع ممكن تربيه هو الحمام الجبلي أو الحمام البري. ده رقم واحد. رقم اتنين، تاني أسوأ نوع ممكن أسوأ نوع حمام ممكن تربيه هو الحمام البلدي الرفيع. النوعين دول يا جماعة أنصحك بشكل عاجل لو موجودين عندك اتخلص منهم فورا. رقم واحد الحمام البري او الحمام الجبلي. رقم اتنين الحمام البلدي المعصفر الضعيف الرفيع. هقول لك دلوقتي ليه، وهقول لك تعمل ايه لو انت عندك النوعين دول، وهقول لك مشاكلهم في التربيه واضرارهم على بقيه الحمام اللي عندك. في البدايه يا جماعه، اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وعلى بركه الله نبدا حلقتنا. طبعا يا جماعه الحمام البلدي معروف بحجمه بيكون متوسط، ولا هو رفيع قوي ولا هو كبير قوي. ده الحمام اللي احنا بننصح بيه اخواتي ان هم يربوه، اللي هو الحمام البلدي العادي. طيب سيادتك عايز تهجن وتدخل حمام اتقل شويه، مفيش مانع، دخل، ويفضل تدخل انواع زي الزاجل، وتدخل حمام تلتينات، ويا سلام لو هجنته بحمام رومي. طيب انت ما عندكش الامكانيه ان انت تهجن برومي او تهجن بلاحم، هجن بزاجل اللي هو الزاجل الشعبي، او خليك في الحمام الفلاحي بتاعنا بتاع زمان، بتاع ست وستك، الحمام اللي هو موجود في الاسواق، اللي هو الحمام اللي هو بيكون حجمه معقول، بتلاقي زغاليله كويسه، زغاليله ملحمه فيها صدر. ابعد عن الحمام الرفيع، الحمام المشقوف، الحمام اللي هو بتلاقيه شبه اليمامه، ابعد عنه فورا وتخلص منه فورا. ده رقم واحد. رقم اتنين الحمام البري او الجبلي اللي بيكون موجود في المصانع وفي المساقط الانوار وفي المدارس وفي تحت الكباري. الحمام ده يا جماعه حمام ابراج فقط لا غير، هو بينفع يتربى في الابراج وناجح جدا في الابراج. هقول لكم ليه. رقم واحد حمامه مناعتها عاليه جدا. رقم اتنين حمامه عصبيه، وحمامه ما ينفعش تقعد في مكان غير البرج. البرج اللي يا جماعه انسب مكان ليها، لان البرج ده بيكون محدش بيدخله او بيكون مكان مهجور. صاحبه نفسه صاحب البرج ما بيدخلش البرج يجمع الزغاليل غير كل اسبوعين ثلاثه، لا بيدخل يحط ميه ولا بيدخل يحط اكل، بعكس الحمام البلدي بتاعنا المستأنس العادي اللي انت ممكن تقعد معاه بالساعه والاتنين والتلاته. الحمام البري عدو الانسان، مش عايز يشوفك في المكان ومش هينفع يشوفك في المكان. هو اخره يقعد تحت كوبري، يقعد في سطح مدرسه، يقعد في مصنع، يقعد في مأذنة جامع، يقعد في برج. رقم واحد. رقم اتنين بياكل من الحبوب اللي موجوده في الاراضي الزراعيه. تمام، هو بطبيعته كده حمام جبلي، حمام بري، بيقف على الاماكن ديت وبينزل الغيطان وبينزل الاماكن الواسعه وعزكم الله مقالب الزباله والاماكن دي، وبيروح ياكل. هي دي شغلته وهي دي طبيعته. والرقم ثلاثة حمامة مناعتها عالية، هتستحمل الجوع وبتستحمل العطش وبتستحمل البرد وبتستحمل الأمراض وبتستحمل درجة الحرارة العالية جدا، بعكس الحمام بتاعنا العادي اللي هو لو عطش أو جاع ممكن يزعل، أو ممكن صحته أو مناعته تقل، وفي الشتاء بيمرض وفي الصيف كذلك بيمرض. حمام البر يا جماعة لا هو حنين في التحضين، لا انت ينفع تربيه، ولا هو حمامة يعني زغللها بتطلع كويسة، ولا ليها تمن ولا ليها سوق ولا ليه اي لازمة. ده بالعكس كمان بياكل كتير يا جماعة. الحمام البري على قد حجمه اللي شبه اليمامة، بس فعلا بياكل كتير. انا عندي الحمام بتاعي بيبقى طاير، بيجي لي حمام من بره بري ينزل على السطح ياكل وبيطير تاني. انا اول ما بشوفه جاي على السطح بس بياكل الكام حبايه اللي ياكلهم، وبروح ضربه باي طوبه او باي حاجه وبعده بعيد، بحيث ان هو ما يدخلش الغرفه عندي، او ما يباتش مع الحمام، او ما ياخدش على السطح عندي او البيت عندي. انا مش عايز اشوفه في المكان، بيجي كله امراض، بيجي كله مشاكل. حمامه عصبيه بتدخل المكان عندك بتهيج الاوضه وبتهيج لك الدنيا، بتقعد تطير يمين وشمال، تدخل في اي مكان. لو في قص رائد على عياله او رائد على حصويتين ممكن تدخل عليها تكسر لك الحصويتين. اعوذ بالله، يعني فرد انا بشوفه ما بحبش اشوف منظره. الحمام البري دوت يا جماعه ما يترباش في البيوت. لو انت راجل او انت ست مربي حمام بري عندك او فرد او اتنين، انصحك لوجه الله بناقص منه
من الاخر، وانا واثق ان هو موجود عندك بياكل ويشرب على الفاضي، لا هو بيبيض ولا هو بيشتغل ولا هو بيقضي مصلحه. تمام. ده يا جماعه الحمام البري ده يصلح في الابراج فقط لا غير. تمام. حمامه بري، حمامه هجين، حمامه جبلي. من الاخر يا جماعه ما ينفعش في البيوت، ما بيحبش يشوفنا، بيخاف مننا، هو ما بيحبش يشوف بشر قدامه، هو عايز يقعد في مكان بعيد مع نفسه، هي دي طبيعته. رقم 2 الحمام البلدي يا جماعه اللي هو ضعيف، الحمام المعصفر نفس القصه يا جماعه، حرام عليك تربيته، بناقص منه، زغاليله بتطلع زغاليل مشقوفه، زغاليل تعبانه، ما بتجيبلكش تمن، وانت بتبيعها هتنزل تبيعها محدش هيرضى ياخد زغاليلها، لانها بتكون زغاليل ضعيفه جدا، لا فيها لحم ولا فيها صدر ولا فيها اي حاجه تشجع ان الواحد يشتريها. فدايما احنا بنقول نربي الحمام البلدي الفلاحي، او الحمام التلتينات، او الحمام البلدي التقيل اللي بيكون مهجنينه بزاجل، مهجنينه بكليزرات، مهجنينه بكينج، مهجنينه برومي، مهجنينه بلحن فرنسي، زي الحمام اللي موجود قدامكم حضراتكم في الصوره كده في الفيديو. ده حمام متهجن بالانواع دي كلها. الحمام الضعيف انا بتخلص منه، انا كده ما عنديش اصلا سلاله ضعيفه، ومن زمان الحمام الضعيف دوت انا ما بدخلوش عندي. ولما بلاقي فرد او انتاج من قص مطلعين لي زغاليل ضعيفه، انا بتخلص من القص ده فورا. يعني انا حتى لما بلاقي عندي جوز حمام مطلع لي انتاج ضعيف، انا بفصل بينهم، بجوز النتايه لذكر تاني وبجوز الذكر لنتايه تانيه، بدخل مستويات اعلى وبحسن مستوى الحمام عندي باستمرار، علشان خاطر معلش انا بحط نفسي مكان المشتري. لو هلاقي جوز الحمام اللي جاي لي جوز ضعيف، لا يا باشا انا مش عايز الضعيف، انا عايز جوز حمام يكون في لحم، يكون في صدر، واطلب اللي انت عايزه. اديني حمامتين تقال، حمامتين كويسين، بدل ما تاخد مني 100 جنيه، لا يا عم خد 130 140، بس اديني حمامتين يكيفوني. ده يا جماعه الواحد بيفكر كده. انا بنزل السوق لو هلاقي حمام ضعيف وحمام ماسك نفسه شويه، الفرق بين ده ودوت 20 30 جنيه، لا طبعا اكيد هختار الفرد الحمام العالي، الجوز العالي، الجوز اللي وزنه اتقل، اللي يشبع، اللي تمسكه يملى عينك. ده باختصار يا جماعه موضوعي عن حلقه اليوم. النوعين دول او اسوأ نوع تقدر تربيه في المكان عندك هو النوع الحمام الجبلي والحمام الفلاحي. طبعا يا جماعه انواع كتيره ممتازه، سلالات كتيره ممتازه، حمام ما شاء الله بحر. ابعد عن النوعين دول، ربي اي حاجه، ربي يا باشا اللي انت عايزه، بس بلاش تربي النوعين دول، لان هياكلوا على الفاضي، هيزبلوا عندك، واخدين منك مساحه في المكان، قاعدين عبء عليك على الفاضي، بيخسروك. اليوم اللي بيعدي وهم موجودين انت بتخسر، صدقني ما بتكسبش، لا انت مستفيد حاجه، لا بالعكس انت كل يوم بيعدوا عليك خسائر. في نهايه الفيديو يا جماعه لو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار تحت امركم، ولو في اي حاجه تحت امركم في التعليقات. يا ريت يا جماعه الناس تشجعنا باللايك والتعليقات الايجابيه، وبنتمنى لكم يا رب الخير كله، وتحت امركم في اي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.